بسم الله الرحمن الرحيم. نكتب عافية شوية بس. على الإضاءة. لا، عشان النهاردة الموضوع سخن جدا. الموضوع لازم يبقى ليه حل كده. لازم يبقى ليه حل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلنا اتفرجنا على ماتش سموحة والزمالك، يعني فجر تحكيمي. لغاية امتى هنفضل نعامل الزمالك على انه البيبي اللي لازم ندلعه واللي لازم نهشكه عشان ياخد المركز التاني؟ يعني انا والله العظيم فجر تحكيمي. يعني خد ضربة جزاء ما ظبطتش، يعني الفار اتدخل. طيب خد فاول من جوه منطقه ال 18 ما ظبطتش، خد كارت احمر. ده الواد على الاقل كلف نفسه ووقع، مش زي سامسونج اللي قعد مكانه. ده ما حدش عمل له حاجه وقعد مكانه وخد ضربه جزاء. اللي يضايقك في القصه ده كله يقول لك ان الاهلي هو اللي بيتجامل. يعني الاهلي هو اللي بيتجامل ازاي؟ معلش مع احترامي، بيتجامل من ناحيه ايه؟ يعني الاهلي في الاخر هو اللي بيتجامل. فجر تحكيمي. إيه يعني كنا نسمع الجمله اللي قالها فاروق جعفر وهو بيقول لك كان الناس بتقول لنا فاول ولا ضربه تاخد كارت احمر ولا ضربه جزاء. ده قدهم كارت احمر وضربه جزاء و... وانذار سوري معلش، وفاول من جوه منطقه ال 18. يا ريته نفع. ايه يا جماعه في ايه؟ ايه في؟ ما هو رفضوا بقى الهديه. الزمالك يا جماعه حاليا في المركز ال 12، في المركز ال 12 في الوقت اللي احنا فيه ده الزمالك مركزه ال 12. يعني اتعمل معاه النهارده المستحيل. المذيع بتاع المباراه اسمه ايه؟ ولا علام ده ولا اسمه ايه اللي كان ما بيذيع؟ شفتش الماتش انا. مذيع والله العظيم، يعني لا يفقه في الحياديه شيء. يعني الراجل تحسه شويه وهيقوم يشجع مع الناس. اعلام بايظ، تحكيم بايظ، هتلاقي كان كل مؤمن حاجه حسن. كل حاجه بايظه. عليكم السلام. كل حاجه بايظه. احنا هنرد على الكومنتات على اليوتيوب. ازيك يا ندى؟ ده انت عشان خاطرك انت بس يا ندى، لكن احنا هنرد على الكومنتات على اليوتيوب. ففي فجر تحكيمي. آه مش مش عارفين سببه ايه. دي جزئيه، في جزئيه تانية برضه عايز اتكلم فيها وبعد كده هسيب اسلام بقى هنتكلم في كل حاجه. يتكلم. كابتن مجدي عبد الغني، رجاء شخصي، لو وصل لك الفيديو يا ريت يوصل لك. رجاء شخصي، بلاش تطلع الكائن اللي اسمه اسامه حسن. لو انت فعلا راجل اهلاوي وبتحب النادي الاهلي، الراجل ده مستفز جدا، مستفز جدا. انا بشوفه مستفز. فلو انت عايز يبقى ليك جمهور بيتابع البرنامج اللي انت فيه او اللي انت بتظهر فيه، والناس يبقى في حتى في جزء من السماحه بينك وبين جمهور النادي الاهلي، بلاش تطلع الكائن ده. وبلاش يا ريت كل الاعلام لو عايزين التعصب ما يبقاش موجود، الكائن ده ما يطلعش. هو عمل ايه؟ بيطلع هو مش عمل ايه. هو انا عارف الحوادث حوادث وهام اللي كان عايزه، بس في من قريب هو طلع هو معتز زينو مع مجدي عبد الغني. طريقه كلامه كلها استفزاز، بني ادم مستفز. يعني ده ملك التعصب في مصر. تمام، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه او جزئيه اخيره، احب اشكر جمهور نادي الزمالك. ده حقيقي انه بعد الماتش رغم هزيمه نادي الزمالك كلهم كانوا بيسقفوا وكانوا بيشجعوا فرق. يعني هي دي بقى الحاجات الحلوه اللي بقول لك عليها. يعني ننسى بقى اهلي والزمالك دلوقتي، في حاجه كويسه يا ريت كله يعملها، مش عيب. يعني الجمهور فريقهم ممكن يكون عشان متعودين. لا الجمهور فريقهم اتغلب بيسقف وبيشجع جمهوره لغايه اخر لحظه. ده كده تشجيع راقي من الحاجات اللي احنا نحب نشوفها في الملاعب. ما احبش اشوف بقى شغل اسامه حسن ده. يا جماعه عايزين ننظف التحكيم شويه. عشان نفس الكوره دي سامسونج ولا سامسونج دوت خد ضربه جزاء دي، نفس الكوره كوبي بيست، خد نفس ضربه الجزاء كوبي بيست. ف ده حاجات تتحسب هنا وحاجات ما تتحسبش هنا يا جماعه، ما تظبطش هنا.
بس شوف انت عايز تقول ايه يا اسلام. الزمالك أنا ما اتفرجتش على الماتش النهارده. عشان عارف اللي كده كده في عهر تحكيم هيحصل، فما اتفرجش على الماتش. بس بما ان الزمالك اتغلب، الزمالك دلوقتي في المركز ال 12، لعب 15 ماتش، عنده 24 نقطة. باقي له ماتشين في الدور الأول، لو كسب الماتشين هيوصل ل 30 نقطة. تمام. بيراميدز خلص الدور الأول، لعب 17 ماتش بتوعه، عنده 38 نقطة. والزمالك أقصى عدد نقاط هيوصل لها في الدور الأول كام؟ 30 نقطة. تمام. فالزمالك كده اوكي. الاهلي لعب 13 ماتش، الاهلي عنده 27 نقطه، بقاله 4 ماتشات ب 12 نقطه. الاهلي لو كسب الاربع ماتشات هيبقى 39 نقطه. الاول والثاني هيروح دوري ابطال افريقيا. فالاهلي باقيله يعني محتاج من الاربع ماتشات اللي باقيين له في الدور الاول 4 نقط، ويبقى رسمي الاهلي وبيراميدز موجودين في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه، والزمالك اوت. فكده باي باي الزمالك في دوري ابطال افريقيا، مفيش دوري ابطال افريقيا للزمالك السنه الجايه. فكده نقول للزمالك يلا، الكونفدراليه لو ما اتلغتش يبقى كده الزمالك السنه الجايه هيبقى في الكونفدراليه. عايز اقول بس حاجه اخيره والنبي، يعني شيكابالا بلاش الحركه اللي هي دي كده. والله بلاش الحركه دي عشان زهقنا. يعني انتوا اكتر فريق بيتجامل. بس شيكابالا مشهور اللي هو تحس النهارده الجو معناه منعش بعرقنا. وجميل، صح؟ الجو جميل النهارده. الجو منعش وجميل. بكره شم النسيم بقى، وانت عارف ان شم النسيم يعني انا لوحه وكده. اللي هو انا مش جاي اي حد يفرقنا عليه. انا مش جاي اعزل، انا جاي اهزر. احنا جايين نهزر النهارده. بكره في ملوحه بقى وبتاع، وفسيخ الناس اللي بتحب تاكل فسيخ وملوحه. بس لحد امتى التحكيم هيعمل كده؟ يعني لحد امتى لجنه التحكيم في مصر والاتحاد المصري هيبقى عايز بطوله موجهه؟ يعني ايه المشكله؟ مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي مسيطر على البطوله، بياخدها كل سنه. تمام. الاتحاد بقى لازم يجامل ارسنال، الاتحاد الانجليزي لازم يجامل ارسنال او ليفربول، عشان ما ينفعش مانشستر سيتي ياخد البطوله كل سنه. لا طبعا، السيتي لازم بياخد، الموضوع يبقى فير يعني. ده الطبيعي لو عايزين يبقى عندنا كوره. هو نفس، بص يا جماعه، اللي بيحصل دلوقتي نفس موسم بتاع موسيماني بالظبط. هنحاول نعرقل الاهلي علشان ما يكملش المسيره بتاعته، ونحاول نطلع الزمالك وبيراميدز بحيث ان يبقى ما فيش حاجه اسمها كده في العالم. بس السنه دي يا ابراهيم مش الزمالك بس اللي بيحاولوا يطلعوه، بيطلعوا بيراميدز كمان. بيراميدز بيتسحب من تحت لتحت ومحدش واخد باله. لسه قايل من شويه. انا بكلم الناس. بيراميدز بيحاولوا يحطوه ومحدش حاسس بيه. بيراميدز 38 نقطه، متصدر الدوري. الاهلي ليه مؤجلات، لو وصلنا بالمؤجلات كسبنا الاربع ماتشات المؤجله تمام هنبقى كام؟ 39 نقطه. هيبقى فرق ما بيننا وما بينهم نقطه. في العهر التحكيم والفجر التحكيم اللي بيحصل، الزمالك خلاص بره، ما قبلش الهدايا على رايك. هدايا والله. يعني الزمالك ما بيقبلش الهدايا، حتى ما هاجموش يعني. جد الراجل اللي قدام كميه هدايا هم ما هاجموش. طب الطرد صحيح؟ الطرد صحيح ازاي؟ انا ما شفتش الماتش، انا بسالك. لسه بقول لك نفس كرة سامسونج، بس سامسونج قاعد مكانه. دي ضربه الجزاء، انا كلمه على الطرد. هو الطرد جه علشان ده شده فوقع، فما خدش ضربه جزاء، فاداله انذار عشان ما فيش البنك زي ماتش البنك. ايوه اوكي. يعني والجزيري ده، بس الجزيري تحس انه بطل يقع تقريبا. حد قال لي اركن انت، هنوقعك من 3 مكان عشان هم متفقين على سياسه الانذارات التمثيل. لا 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 لا، وبعدين يخش يمثلوا جوه. هم بقى سموحه اختصر الطريق وبطل يوصلوا جوه، يعني ما دخلوش منطقه الجزاء كتير. طب جوميز كان عامل النهارده؟ هو انا وجهه نظري في جوميز ان هو مدرب كويس جدا، بس الماتش بتاع النهارده ده قلش منه جامد، لان هو بدا في الاول بتشكيل زي ما بيقول ايه، حب يقلد النادي الاهلي، بيعمل روتيشن عشان النهائي. جت فوق دماغه يعني. هو حب يقلد النادي الاهلي، فكل حاجه وقعت فوق دماغه يعني. بس يلا عشان ما نطولش عليكم يا جماعه، ان شاء الله طالعين بكره برضو و